أسئلة كتير جدا والناس بدأت تشغل فكرها. يا ترى محمد حوارات ليه مختفي من وقت الصلح؟ ما ظهرش ليه؟ يا ترى لما أخوه حمدي راح يصالحه، هل آلاء وافقت على الصلح وهي كمان اتصالحت، ولا حصل بينهم مشكلة وده سبب عدم ظهورهم، ولا ايه بالظبط؟ أسئلة كتير جدا حوالين عيلة حوارات وحاجات كده مش مفهومة، وترندات بقى فاضية وملهاش أي 30 لازمة زي ما احنا بنقول. بس الناس عندها فضول رهيب وبتسأل وبتتساءل، وكل عنوان فيديو ينزل عن عيلة حوارات يفتحوه ويشوفوه، وبقى عندهم فضول يعرفوا ايه الحكاية وايه ورا الكلام وايه ورا الكواليس والحاجات دي كلها. والله يا جماعة، احنا يعني لو نفكر فيها صح ما نديش للحاجات دي اي اهمية. الفضول اللي عندكم ده موتوه واقتلوه، يعني ما تخلوش نفسكم هي اللي سايقاكم للغلط، لان ده غلط. يعني بلاش نتتبع فضايح الناس، بلاش نتتبع اسرارهم، بلاش نتتبع الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي كل شويه يقولوا عليها ترندات. يعني احنا هنستفيد ايه؟ هتستفيد ايه يلي بتجري ورا سبب عدم ظهوره، ولا تصالحه بجد، ولا ترند، ولا حاجات كده من على الوش وبينهم وبين بعض ما نعرفش في ايه؟ ايه الافاده؟ ايه الافاده؟ والله ما هنستفاد حاجه. يعني احنا بجد في علامات الساعة، في علامات الساعة كمان الكبرى. يعتبر الصغرى كلها خلصت والكبرى بدأ منها حاجات. فيعني كل واحد يخليه في نفسه هو، وفي عيوبه هو، وفي أسراره هو. بلاش بلاش كل واحد فيكم يجري ورا الإشاعات والفضول ياخده ويبقى عايز يعرف الأسرار. بلاش موتوا الحتة دي فيكم. يعني حاولوا على قد ما تقدروا ما تدوش للحاجات دي اهتمام ولا اي اهمية. الناس دي كبرت وعليت وعملت فلوس كتير من وراكم بلا فايدة، وانتوا ما استفدوش حاجة. هم استفادوا منكم وانتوا ما استفدتوش اي حاجة. فكروا فيها بقى صح، فكروا فيها صح. بدل ما تفكروا ده ظهر ليه ولا ده بقاله كام يوم ما ظهرش ليه، فكروا في نفسكم. اشتغلوا على نفسكم انتم، استفيدوا انتم بدل ما بتفيدوا غيركم في الفاضي. هتتحاسب على وقتك اللي انت بتضيعه في الفاضي، وهتتحاسب على فلوسك اللي انت برضو بتضيعها في الفاضي. هتتحاسب على كل ده. حاول على قد ما تقدر، حاولي على قد ما تقدري ما تشغلوش بالكم غير بنفسكم بس. بس يا جماعة، احنا في زمن كله فتن. ما تخلوش الفضول ياكلكم للدرجة دي. سيبوا الملك للمالك، دعوا الخلق للخالق، وخليكم في أنفسكم بس. ما نعرفش بقى هو طلقها، هي متخانقة معاه بسبب الصلح، هي رافضة الصلح مراته آلاء، لا نهال بتغيظ آلاء، لا آلاء بتغيظ نهال، لا حمدي مش عارف عمل ايه، لا محمد وافق على ايه. دعوا الخلق للخالق يا جماعة. ربنا يهدي الناس ويهدي لنا أنفسنا، ويبعد عننا أي شبهة وأي فتن. اللهم آمين.